مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم. راح اسوي اعادة تدوير للشمع، بقايا الشمع مثلا، ضال الشمع. عندك من كل شي نص نص، وليش تذبينه حرامات؟ تستفادين بيه. يسوي له اعادة تدوير. او شمع مكسر عندك يعني لا تذبينه. هنا عندي هاي الكاسة مال نوتيلا، وهذا الجلاد اللي راح اسوي بيه هلال ونجمة. واحتاج المقص وقلم وهاي الاستكانة. وهسه راح اخلي هذا الشمع على النار لحد ما يذوب عندي. هنا هذا الخيط مال عندي شمعة يعني مكسورة، هي بالطول يعني مكسورة. فخذيت الخيط مالتها استفاد من عندها. هنا أنا راح أخلي هذا على النار الشمع لحد ما يذوب، وراح أبدي أشتغل بهاي الشغلات قدامكم. شغلات يعني مفيدة وتستفادون منها، وهي فكرة بنفس الوقت تسوون إعادة تدوير لهواي شغلات بحياتكم. راح أثبت الاستكانة هنا، وراح أرسم الهلال. يعني الاستكانة هسه خطيتها، انه راح أرجع شوي أصعدها وهم أخذها خط ثاني بحيث يصير شكل الهلال، وراح أقصنها يصير على شكل هلال. ان شاء الله الفكرة مالت اليوم حبيتوها، وان شاء الله انزل لكم هواي افكار، هواي فيديوهات، هواي شغلات راح تستفادوا منها وتحبونها بنفس الوقت. واهم شي لا تنسونا باللايك والاشتراك، ويا ريت القناة او الفيديوهات اللي تعجبكم تشاركونها ويا اصدقائكم ويا الاهل ويا الاحباب، على مود يوصلكم كل شي جديد وتصعد قناتنا بيكم يا احلى متابعين. هسه هنا انا من بعد ما قصيت شكل الهلال، هنا لزقت على القلاص صار شكله حلو. انه راح اسوي النجمة. النجمة يعني على عرفتكم انتم، مثلا اذا عندكم قالب على شكل نجمة، او فرد شي على شكل نجمة، او تعرفون ترسمون. انا يعني من صغري اعرف ارسم شكل النجمة، اللي ابدي بيها 8 نوب من 4 اتجاهات واسحب بيها. نوب اظل اعدل بيها اذا مثلا صفحة صاعدة، صفحة ناصية يعني نازلة، اظل اعدل بيها لحد ما تعطيني شكل النجمة اللي اريده. والنوب راح اقعد اقصقص بيها، وراح ألزقها بصف الهلال يعني على القلاص، راح تعطيني شكل حلو جمالية للقلاص. والنوب أضيف الشمع اللي ذاب عندي بالقلاص، راح ينطي شكل كلش حلو ويفيدنا يعني بركن رمضاني برمضان. يعني شمعة شكلها حلو وبنفس الوقت انتم مسوينها بالبيت. هنا أنا من بعد ما ذاب عندي ضفته بهاي الكاسة، صار شكلها حلو. طبعا بعد ما لزقنا الشمعة والهلال العفو والنجمة. هسه راح اشد هذا الخيط، اشده على هاي الشوكة. مثلا عندكم عودة مال هاي العوادين يصير مالت الفنجر، هم تصير، بس انا كانها ما متوفر عندي. شدوها هنا لحد ما يعني تثبتونها عدل، لان هي راح تطيح. يعني بالبداية عندي شوي اذتني لحد ما، لان ما شفت لي يعني عودة مال الفنجر، كان ما متوفر عندي. صار عودة الفنجر احسن، لان هاي الشوكة شو ما تقولون موجة. ثبتتها، وهسه راح اخليه تركع على صفحة لحد ما ينشف يعني ويجمد عندي لهذا. هسه انا وصلتني هدية، يعني اول مرة توصلني هدية من متابعة، واقولها مشكورة وما قصرتي. هذا يعني هو جدر وشي يعني ضايفي له شغلات اعمال يدوية يفيدنا برمضان. فكانت هاي اخطي البنية من دازة الي دازة بيه حلويات، يعني تستفادون بهاي الجدرية تخلون بيها حلويات تقديم تمر، يعني هواي شغلات. هسه بعدين تشوفون بالفيديو انا شنو خليت بيها. هنا انا اشتريت عند مبخرة هاي على شكل رموش حلوة من تفيدني برمضان. مبخرة اشتريت من بيج على الانستا، بس تكتبون اسم البيج كوزمتيك ليان، عندها هواي شغلات مفيدة للبشرة للجسم، هيجي شغلات يعني منزلية. هاي قدامكم موضحة المبخرة. واشتريت منها كوشات، يعني الوجوه مال الكوشات همينة على شكل كلمة رمضان، هم شكلهن كلش حلو. هالبنية تعاملها كلش يعني راقي. وكتبت لكم بس تكتبون الاسم على الانستغرام يطلع لكم. عندها هواي شغلات مفيدة. هاي كوشات 2 ومبخرة اشتريت من عندها. والفحم هذا يعني هدية وصلني من عندها. ان شاء الله فيديو اليوم تحبونه وتستفادون من عنده. ونفس هذا اليوم بالليل يعني 15 بشعبان، ليلة 15 سويت شي سفرة يعني بسيطة من الموجود، على قولة أبو المثل الجود من الموجود.
هاي جراويكم المبخرة. وهاي الشمعة اللي سويتها أنا شكلها شلون حلو. صح الشمع هو قليل بيها بس هي فكرة. هاي السفرة إن شاء الله تعجبكم، يعني شكلها كلش حلو. هنا لازم يعني التسامح قبل ليلة النصف من شعبان. اللهم إني أشهد إني قد سامحت وعفوت على كل من اغتابني أو شتمني أو أذاني أو خانني أو خدعني أو نال مني أو إساءة لي أو أساء بي الظن أو ظلمني أو كذب علي بقول أو فعل أو سرا أو علانية، فإن كان حيا فوفقه الله لطاعته واغفر له الذنوب، وإن كان ميتا فأرحمه يا أرحم الراحمين. فيا أحبتي إن اليوم أعتذر منكم وألتمس من قلوبكم الطيبة براءة الذمة أن ترفع الملائكة صحيفة أعمالي في شهر شعبان، وأستحي أن أقول إني قد عفوت عنكم لأني ما وجدت منكم إلا خيرا والمحبة، بل أقول عفى الله عني وعنكم، فسامحوني على كل إساءة مقصودة في البشر يخطئون، والتقصير حاصل، والعفو من شيم الكرام، لأن المتشاحنين محرومان من المغفرة في ليلة النصف من شعبان. وليبلغ الشاهد الغائب. اللهم قد بلغت، اللهم فأشهد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وطيبه الأجمعين. يا رب بهذا اليوم يرزق كل محروم، ويرزقكم الذرية الصالحة والرزق الحلال، وتسامحوا مع ضعفكم. هذا الفيديو مالت اليوم